الإثارة كانت حاضرة في افتتاح أولى جولات دوري المحترفين في موسمه الأول على ملعب المكتوم بنادي النصر، وكما توقع المراقبون حفل لقاء صاحب الأرض وضيفه الأهلي بالإثارة، حيث كانت الأفضلية للضيوف عن طريق هدافهم فيصل خليل. فرحة الأهلي المتوج منذ أيام قليلة بطلا لكأس السوبر لم تستمر وقتا طويلا، حيث أدرك محمد عمر التعادل للنصر، مؤكدا أنه صفقة رابحة هذا الموسم في صفوف العميد. اللاعب الدولي السابق عاد ليتألق سريعا وليضيف هدفا ثانيا حسم به نتيجة الشوط الأول. في الفترة الثانية وبعد ترتيب الأوراق نجح الأهلي في إدراك التعادل بإمضاء سيزار من ركلة جزاء قبل أن يخطف إسماعيل الحمادي الأضواء ويضيف هدفا ثالث. وفي الوقت الذي كان يسعى فيه النصر لإدراك التعادل حسم سالم خميس اللقاء بهدف رابع يزيد في سعادة جماهير الأهلي الذي ينطلق مع بداية الموسم بالسرعة القصوى. هناك في دار الزين كشر العين مبكرا عن أنيابه وأطاح بضيفه الشارقة ب4 أهداف دون مقابل. العين الذي نجح في إتمام عدد من الصفقات الهامة تقدم منذ الدقيقة الثانية عن طريق القادم من الوصل دياز، وعزز تفوقه في هذا الشوط الأول بهدف ثاني سجله تشيلي فيلادلفيا، والذي تعلق عليه آمال كبيرة حتى يكون العين أحد أطراف الصراع على لقب دوري المحترفين. في الفترة الثانية تعززت نجاحات أصحاب الأرض، حيث أضاف المحترف المغربي سفيان العلودي هدفا ثالثا من ركلة جزاء، واختتم سالم عبد الله مهرجان الأهداف برابع من ركلة جزاء ثانية للزعيم العيناوي. في إمارة عجمان خيم التعادل السلبي على الشوط الأول لحوار أصحاب الأرض وضيوفهم نجوم الوصل، مع أفضلية لعجمان الوافد الجديد على دور المحترفين. لكن الشوط الثاني حمل الجديد عندما نجح الوصل في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق عيسى علي مطلع الدقيقة السادسة بعد 70. رابع المواجهات وضعت الخليج في حوار أمام الظفرة. الفريق الضيف الذي يسهر على إدارته الفنية السوري محمد قويض انتظر الدقيقة السادسة عشرة ليتقدم بهدف سجله محمد سالم، لكن الخليج أدرك التعادل في الدقيقة 37 عن طريق النيجيري عباس مويا. وفي الفترة الثانية شكلت الخبرة كلمة السر، حيث تقدم الظفر بهدف ثاني سجله الإيراني مهدي رجب زادة، قبل أن يعود محمد سالم للتألق من جديد ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للظفر.